السلام عليكم متابعين قناة خياطتي فن وإبداع. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. فيديو جديد بغيت نكمل لكم التتمة ديال داك الفيديو اللي درت لكم قبل على الفصالة ديال المحور اللي كنتو شفتو معايا. دابا بغيت نوريكم الطريقة ديال الخياطة ديالو من بعد ما سرجيتو. هنايا كنلصق السجفة الوجه مع الوجه، السجفة اولا تبطين اولا الكارنيتور. انا كنلصقو كنخلي سنتيم كنخيط كما كتشوفوا بحال هكا. من بعد ما نخيط غادي ندوز عليه واحد الكرانات، يعني كنضربو بشويه المقص في الجنيبات باش ملي كتقلب ديك السجفه كتجينا بياسه مقاده مفينه، ما كيجيش داك التكماش في الدوره ديال العنق اولا الدوره ديال الكول. هانتوما بحال هكا غديروا الكرانات، ما توصلوش كاع الخياطه. ممكن نضمن الفيديو شرح راسو محتاج الدر الكرانات اليوم باش ملي كنديرو نقلبو السجفه كتجي الدوره مريحه، ما كتجيش كتمشى مزيره. نشوف بحال هكا. دابا غنقلب السجفه وغندير واحد سوربيكاج، المهم ندوز واحد شويه ديال قياس ديال الصباط، ندوز الخياطه باش نفين داك الكول وديك السجفه تبقى لداخل باش مبقاش تطلع لينا. انا نوريكم الطريقه، تبعوا معايا. كنبقى الثوب ديالي ديك السجفه كنحاول ندخلها لداخل وكنمشي على فوق الخياطه بنصف سنتيم. ردوا لبال هذوك الحجيرات باش ما يهرسوش لكم لي باري. كنحيد ديك الزيادات اللي تيكون عندي. دابا غنجيو لجهه الخلف حتى هو نلصقو ليه السجفه بنفس الطريقه كما شفتوا كما درنا للامام، الوجه مع الوجه، وكنخليو قياس سنتيم. وبنفس الطريقه غندير كرانات، نحاول ما نوصلش للخياطه ونقلب السجفه ديالي. باقي ما نقلبهاش دابا، كنلصق الكتف مع الكتف، الوجه مع الوجه، باش كتجيكم ديك الدوره ديال العنق، حيت هي اللي مهمه. حيت اول حاجه كنشوفوها في اللبسه اللي تنكونوا لابسين، اول حاجه كتبان لنا هي الكول والصدر، تما اللي كيبان لنا في اللبسه. يعني ردوا البال لهاد الطريقه هذه. انتما كما شفتوا لصقت الكتف مع الكتف وديك السجفه ديال الخلف رديتها لجهه الامام، وملي غتقلب غادي تعطينا هاد النتيجه هذه كما كتشوفوا، يعني مفينيه من الداخل ومن برا. نفس الطريقه غنديرها في الجهه الاخرى. هانتوما كما كتشوفوا الوجه ديال البياسه، السجفه ديال الخلف كندورها لجهه الامام وكنخيط. من بعد غادي نقلبها، غتجي هي هذيك مفينيه من الداخل، يعني كتبان بحال مخيطه من الداخل ومن برا ومفينيه. كندير لاغيطمون ديالي ديما نفيني الحاجه نحيد السورجين. هانتوما دابا فاش قلبتها غادي نعاود ندير سوربيكاج على جهه الخلف باش ما بقاش طلع ليا ديك السجفه اولا داك التبطين، ما بقاش يطلع للسيده ملي تلبس المخوار ديالها، ما بقاش يطلع ليها داك السجفه في جهه الظهر. حيت كاين شحال ديال اللبسات هكا كتشريهم طالعين كيخليو ديك السجفه ما كيثبتوهاش بالخياطه. ممكن ديروا الفيزلين وتلصقوها بالمسلوح، وممكن ديروها بالطريقه هذه باش ما بقاش تطلع لكم. هنايا كنثبتها بالخياطه، كنخلي قياس سورجي وكنخيط عادي، وكنرد البال باش ما يجينيش التكماش. ما نجر الثوب ما حتى حاجه، كنحاول غير نقاد الثوب وندفعو بصبيعاتي حتى نوصل لجهه الكتف. انا نوريكم الطريقه باش كنثبت السجفه ديال الامام باش غير ما تبقاش تطلع مع اللبسه، ما تبقاش تطلع لنا في القدام. انا حيت كاين فيه الحجر غنبقى نمشي غير للبلايص اللي فيهم اللون الاحمر وما فيهمش الحجر، غنبقى ندير كل بلاصه ندير فيها واحد شويه الخياطه بحال لاغيطمون، المهم نثبتها باش ما تبقاش تطلع. نتوما كما كتشوفوا كنحاول ما نحطش لي باري على جهه فين كاين الحجر، كنحطهم في هذيك البلايصات اللي فيهم اللون الاحمر اللي ما غتبانش فيهم ديك الخياطه. كنبقى ندير لاغيطمون وكنخيط صافي. دوزت عليها كاع لاغيطمون في دوك البلايصات اللي فيهم الثوب احمر.
يعني مفيهمش داك الحجيرات. كندير لاغيطمون، كل بلويسه كندير فيها شويه ديال لاغيطمون حتى كنسالي، ومن بعد ان شاء الله ندوزو للكميمات نلصقوهم. كنحيد دوك الخيوط اللي دايزين من الداخل، حيت كنت كندير لاغيطمون كنزيد وفينيت دوك الخيوط. انا خدامه وانا كنفيني باش منين كنسالي كتكون البياسه ساليت من الفينيسيون، ماشي حتى كنسالي عاد كنبقى نقلب عاوتاني على الخيوط الا شي حاجه اللي نسيتها. هنايا كنطوي المونش على جوج وكندير واحد الكرانه صغيره، وهذيك الكرانه كنحط الوجه مع الوجه ديال التركيز مع الكم، وكنخيط بهذه الطريقه هذه. كنقاد الثوب ديالي باش ما يجينيش الديكالاج. كندير دائما لاغيطمون كنثبت بها الخياطه ديالي. دابا انا غنخيط من الكم، غنمشي نيشان حتى الجلاين، نخلي 1 سنتيم، وديما كنقاد الثوب بالطريقه هذه. ماشي غير كنخدم كنمشي حتى كيجيني الديكالاج في الاخر. كنقاد الثوب ديالي كنشوف واش مقاد ولا لا، ياك ما كاين الديكالاج. وملي تتكون الفصاله مقاده راه ما كيكونش الديكالاج، او الا كان نتوما كتردوش البال في الخياطه، يعني ما كتقادوش الثوب حتى كيجيكم داك بحال كتشربوا الثوب بلا ما تحسوا به، حتى كيجيكم الديكالاج في الاخر. كما غتشوفوا هنايا ما كاين لا ديكالاج لا حتى حاجه. صافي نفس الطريقه عاوتاني غنلصق لكم الوجه مع الوجه. كندير كرانه في الوسط بعدا اول حاجه ديال لكم، وهذيك الكرانه كنجيبها مع النقطه ديال الخياطه اللي كاينه في الكتف، ودائما وجه الثوب مع الوجه وكنخيطو على الظهر. كنظن هاد الامور عارفينها، غير كنبغي نعاودها لكم ربما الناس المبتدئين لاول مره غير زعما يزعموا نخيطوا. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيدخلوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا بكم، وديروا اشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي درس جديد ان شاء الله، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم اللي مهتمين بالخياطه. وما تنساوناش بلي لايك ديالكم والتعليقات ديالكم الزوينين، وشكرا لكم. راه درت شحال هادي ما درت لكم فيديو الصراحه، كنعجز على المونتاج وعلى نبقى نحط الكاميرا حدايا ونخدم. كتجي الصراحه صعيبه، زعما ماشي شي حاجه اللي هي سهله انك تخدم وتصور وداك الشيء. زعما الناس اللي كيديروا ديما فيديوهات كل نهار تبارك الله عليهم. انا غير قلت عاوتاني زعما ولو تكون صدقه جاريه، انا ما كيهمنيش زعما دابا واش زعما على الماديات ولا شي حاجه. ما كرهتش تكون صدقه جاريه، والرحمه ديال للام ديالي، نتمنى تدعوي الام ديالي بالرحمه. هادشي علاش دايره، وهادشي علاش رجعت اصلا. وهنايا ساليت البياسه ديالي، ماشي ساليتها كامله، بقاتنا لوغلي اولا تكفيفه ديال الجلايل. انا خليت تقريبا 4 سنتيم، طويتها على جوج كتعطيني 2 سنتيم على جوج. كنتنيها بحال هكا كما كتشوفوا، ما تبقاش تجروا داك الثوب الفوقاني، كتحاولوا تدفعوه بالسريعات ديالكم. والثوب اللي تيكون تحت، يعني لتحت اللي تيكون فيه ليبرا، كندفعوه شويه بالصبيعات ديالنا اللي كيكون جهه الجره لتحت، هو اللي كنقادوه نجبدوه فيه شويه باش ما كتجيكمش. حيت شحال من عاد كيجي ديك الجلايل ملي كتنيهم كتجي بحال واحد التنيه، بحال التموجات. يعني هذا هو السر انكم مابقاش يجيكم دوك التموجات في التنيه ديالكم. من بعد ما ساليت جيت للكميمات ديالي باش حتى هما ندير لهم تكفيفه، ولكن هما بطريقه خاصه. كندير فنيتات باش كنثبتهم، حيت علاش؟
حيت هذا المخوار يعني كاين الحجيرات في وجه ديال الثوب. هنا غنخيط هاد التكفيفه على الوجه، يعني غنثبتها بالفنايت، عاد ديك الساعه غادي نخيط على الوجه ونرد البال لدوك الحجيرات باش ما يهرسوش ليا الابره. انتبهوا مزيان هنايا. بالنسبه للمخاور فيهم انواع، كاين مثلا اللي ما يحتاجش هاد التكفيفه هادي، بالنسبه لي تيكون فيهم داك اش كيقولوا ليه، اللي تيكونوا فيهم ديك الزواقات اللي كنديرهم الكاويه، يعني ما كيحتاجوش انك دير لهم تكفيفه بحال هكا. هانتوما كما كتشوفوا راني كنخيط على الوجه. نخيط بشويه عليا حيت هاد البلاصه فيها الحجيرات باش ما تطيرش عليا الابره. كنخاف ملي كتهرس الابره تطير عليك، ديما كنردوا منها البال. حاولوا ما تقربوش عينيكم بزاف الماكينه بحال هكا، بالخصوص في هذا الشيء اللي كيهرس لي باري. صافي هنا ساليت. نتوما كما كتشوفوا جات مفينيه من الداخل ومن برا. هنا بيد ما ساليت باقي كاع ما صلحت هذا المخوار هذا. انا كنوريكم النتيجه النهائيه والفينيسيون كيفاش عامل. ها نتوما التكفيفه ديال الجلايل ونكول. والى اللقاء، نتلاقاكم في درس جديد ان شاء الله.